ايه ده؟ وطوا صوتكم شويه، ايه الهيصه دي؟ انتوا في مستشفى مش في الشارع. تعالي يا ماما اسمعي شو بتقولي ايه وانتي هتصوتي زينا. ايه خير؟ والله احلى كلام اتقال النهارده. هتشتغلي يا حبيبتي وهتنجحي وهتحصري الجن الازرق على ان هو ما خطفكيش. بس مش هتشتغلي بقى مراسله وتقارير وكلام اللي مش جايب همه ده، لا. هتشتغلي في المكان اللي يستحقك، وده اللي انا قلته من الاول. مفيش غير الاذاعه المصريه عندي. الاذاعه؟ طبعا. تاني يا بابا؟ تاني وتالت وعاشر. حبيبتي الصوت الجميل ده والروح الخفيفة والدماغ الجبارة محتاجة إلى الميكروفون، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. وهتشتغل ايه يعني في الاذاعه ان شاء الله؟ ابله فضيله؟ بس يا حمارة احنا نطول نبقى قبل فضيلة أي حك وخلاص. الإذاعة مش عايز أسمع نص كلمة. الإذاعة دي هي اللي أكلتكم وشربتكم وعملتكم بني آدمين. ماشي يا بابا، هو كتر خيرها وكل حاجه، بس يعني الجو ده بقى قديم وفاكس قوي. فاكس؟ بس لو 100.6 يبقى قشطه جدا. او 90 بيجيب اغاني حلوه قوي واعلاناتها مش كتير. لا والله 90 مين يزود؟ انتوا مالكم انتوا داخلين ليه في الموضوع؟ انا بكلم بنت ابوها، ست ابوها، حبيبه ابوها دي. وانا موافقه. ايه؟ انت بتتكلمي بجد يا شوشو؟ طبعا، وهو انا طول ان انا اشتغل مع حبيب قلبي. حبيبتي والله حبيبتي. انا قلت برضو ان العود هيعمل لنا جو لطيف جدا. استنى يا عبد الله، ما تنفش ريشك قوي كده وتفتح صدرك. انت مش كنت قايل ان مفيش اساسا تعيينات ولا حتى عقود مؤقته؟ الكلام ده يتقال لحد تاني، مش للناس اللي بنت، مش للناس اللي شالت الاذاعه على كتافها. يا مدام حضرتك بتكلمي المهندس عبد الله الفلاني، انا الاذاعه المصريه. يا حلو. مش معقول التواضع الجميل بتاع سيادتك ده. انا بصراحه ما تبقاش كده. تسمح لي اقعد؟ اتفضل طبعا. بص حضرتك، هي زي ما تقول كده الحاجه دي بالذات بتمشي محبه اكتر منها شطاره. محبة ازاي يعني؟ المحبه يا فندم، المحبه دي هي الاساس في كل حاجه. بص يعني العجوز اللي واقف قدامك ده انا قدمت انا عمري كله هنا في الاذاعه. فالحمد لله على مدار السنوات بقى دايره العلاقات الحميمه بتاعت الواحد الحمد لله بقت فيها بقى المخرجين الكبار، مذيعين النجوم. انا بقى بطبعي ايه، اخش كده احب انكش ده، اهزر مع ده، يعني اشيع جو من الفرفشه كده، يعني عشان الوقت يمر بلذاذه ونخلط الفرفشه بالشغل. يا سلام، فرفشة يا فندم الفرفشه دي هي بتعمل كل حاجه لوحدها. انا بشتغل مع شباب كلهم بيقولوا لي يا بابا، بابا عبد الله. انت بابا فعلا، انت بابا والله. الحمد لله، ولاد زي الفل، مجتهدين وشطار، بس ميزانياتهم الحمد لله بتبقى على قدهم. فالضغوط اللي هم فيها بقى لازم يلبسوا كويس ومكياج ويبقوا مزازين دايما وروحهم حلوه، والناس يعني مبسوطه انها تسمعهم او تشوفهم او الضغوط دي تخليهم احيانا يضطربوا، يتارجحوا، بيبقوا محتاجين انهم يستندوا على جدار عشان يخفف عنهم الهموم. والحمد لله. ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة اللي انت فيها دي؟ ده انت لقطة. يا فندم اخجلتم تواضعنا، بس اقول لسعادتك بقى بصراحه يعني عشان انا قلبي اتفتح لك والله. كل اللي انا قدمته في مشواري الطويل ده مع الاذاعه كوم، اللي انا هقدمه باذن الله كوم تاني كمان؟ انت عايز تقدم ايه تاني؟ فرفشة قدمت وتخفيف هموم وهزار وكل حاجة. لا هديه يا فندم، قدم هديه قصاد اللي خدناه من الاذاعه الكتير ده. نقدم لها حاجه، نقدم لها هديه، موهبه تحلف بيها العمر كله. كمان بتقدم للمخرجين مواهب جديدة؟ لا دي مش حتتي، دي حته جدي بقى الله يرحمه، كان مدير الشؤون القانونيه في المبنى القديم. سميع من الطراز الخطير، يعني يحكوا لنا دايما ان هو يقول لك ايه، يروح كده ويرجع معاه مطرب جديد، يروح كده ويرجع معاه مطربه روعه. ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ لا اقول لحضرتك على حاجه بقى، بص الكبيره بقى الجامده، جدي الله يرحمه هو اللي جاب الاستاذ الكبير محمد فوزي من بلده من طنطا وقدمه الاذاعه المصريه.
محمد فوزي. اي والله يا فندم. ده احنا لازم نعمل لجدك ده نعمل له تمثال ونحطه في مدخل مسبيرو لا يا فندم. عشان كل داخل واللي خارج يضرب له تعظيم سلام. ربنا يخليك يا فندم. وحضرتك بقى اكتشفت مين بعد تامر حسني وويجز؟ شاديه شادية عبد الله الفلاني بنتي. بنتك يعني انا ما بحبش طبعا الناس اللي بتشكر في نفسها والله ابدا، بس بنتي دي يعني فاكر حاجه؟ بنتي ناديه اموره هاديه دي بقى كانت قد كده يا فندم، قد كده، وتمسك اي حاجه تحولها على طول الى ميكروفون، وتعمل لقاءات بقى مع اللي داخل واللي قبل ما تمشي بتعمل لقاءات يا فندم. يعني انا محرج قوي والله، بس حضرتك الحمد لله يعني فاتح قلبك انا كتبت لها الطلب، ما كنتش عايز ابدا كده مع حضرتك، بس يعني انا جت بعد ربنا بقى. فاستاذن معاليك يعني لو ممكن تقدم الطلب ده للسيد رئيس الاذاعه، ابقى شاكر وممتن جدا. طبعا والله يا فندم صدقني اقدر اتاخر عنك. انت مش عايز تقدم طلب للمدام كمان نعينها؟ لا ده احنا عندنا اصل في البيت بقى حزبين، في الفن والمزيكا بقى والاذاعه والناحيه الثانيه في التربيه والتعليم والرياضه. الحمد لله يا فندم، اقسم بالله الاذاعه هتبقى هي اللي كسبانه. البنت دي الاذاعه بتجري في دمها. قصد حضرتك ان الكوسه هي اللي بتجري في دمها؟ لا الكوسه بقى دي اللي كانت عند في اللي حسبته لقيته يا شيخ المهندسين. حضرتك عمال تتحنجل على المخرجين والمذيعات، تنكش في ده وتفرفش في ده وتعمل علاقات شخصيه علشان يطلبوك بالاسم، وكل يوم تتنطط في برنامج. انا اتحنجل واتنطط ايوه، وتلهف جدول التوزيع لحسابك وتقبض قد مرتبك 10 مرات. يا فندم سيادتك فاهمني غلط خالص، بتقول كلام عجيب يا ابني. انا ابنك؟ اسف. وادي الطلب بتاع بنتك يا شيخ المهندسين، عشان تعرف ان التكيه اللي حضرتك مبرطع فيها ما بقتش بتاعت جدك خلاص. وانا بعون الله هقف بنفسي في وش المهزله دي، ومفيش محطه في الاذاعه هتمضي عقد مع بنتك حتى لو موصي عليها اتخن تخين في مسميره. بقول لك يا عم عاكف، انت لا مؤاخذه يعني بتقفش قد ايه في الشهر كده؟ بتقبض كام؟ نعم. انت مالك انت بقبض كام؟ لا ازاي؟ ده كان هيبقى مالي فعلا ومال عيالي، كان هيبقى مكتبي. الكرسي بتاع سيادتك ده عارفني اكتر، ده انا مصلحه مرتين، حتى من مره تلاقيه بيلب شمال شويه. انت بتصلح كراسي كمان؟ طبعا، بس يا ريتها تدوم. هو سيادتك ما عندكش علم ان انا اترشحت المنصب بتاعك ده 3 مرات قبل كده ورفضته؟ انت اترشحت رئيس قطاع؟ وايه انت دي حضرتك بتشاور على حشره يعني؟ اترشحت 3 مرات رئيس قطاع ورفضت. رفضت ليه؟ قولي ليه؟ لاني موهوب. وقولي ليه كمان؟ ليه؟ لاني مطلوب، لان شغلي هو اللي بيتكلم عني. انت بتعلي صوتك في مكتبي؟ ايوه، اتصلي بمكتب رئيس الاذاعه. ايوه، مدحت بن شناوي شخصيا. يا انت في القطاع ده يا عبد الله، وهتحول تحقيق فورا، ومالكش جدول تشغيل لمده 2 شهر لقدام. وعايز تشتكيني؟ اتفضل اكتب مذكره واعلى مفخلك اركبه. يا فندم المذكره اتكتبت واتبعتت وبتنظر. النوع ده من المذكرات اصله ما فيهوش يعني عراقيل، بيطلع من قلب الرب. ايوه انا معاكي. مدحت بيه. ازاي سعادتك يا فندم؟ فيك الخير يا باشمهندس، والله انا كنت لسه هكلمك حالا. طمني، ايه الاخبار عندك؟ لا سعادتك الاخبار مش حلوه خالص. لا شد حيلك يا باشمهندس، امال احنا جايبينك ليه؟ بس التركه تقيله قوي يا فندم،
وكله كوم والبلوه اللي قدامي كوم تاني. معلش يا باشمهندس، انا مش هقدر اكلمك دلوقتي، عندي اجتماع مهم، بعد كده ان شاء الله هسمعك زي ما انت عايز. المهم، انت عندك مهندس صوت اسمه عبد الله الفلاني. ايه الفلاني؟ ما هو ده اللي ابعت استوديو 13 حالا، ولو مش موجود تبعت تجيبه من بيته في ظرف ساعة زمن. لا بيت ايه سعادتك؟ ما هو موجود قدام اهو. بس انا كنت عايز اقول لسعادتك. كويس قوي، كلفه يروح بسرعة يستلم استوديو 13. يا فندم انا عندي مهندسين كتير قوي من غير شغل، وكنت عايز اقول لسعادتك حاجه. يا باشمهندس انت لسه جديد في القطاع ومتعرفش الدهاليز بتاعته. طب افهم بس يا فندم وانفذ على طول. المحطة مستضيفة شخصية سياسية كبيرة، وأول مرة تخش الإذاعة، وأنت عارف الأجهزة في استوديو 13 بعافية شوية، ومحتاجة مهندس مخضرم يتعامل معاها، ومفيش أحسن من فلاني للقصة دي. يلا كلفه بسرعة يروح استوديو 13. حاضر يا فندم، تحت امر سعادتك. طيب عن اذن سيادتك. لا استنى، اتفضل روح استلم شغلك في استوديو 13. لا ده للاسف انا ما اقدرش. انت بترفض تنفيذ امر اداري؟ بالعكس انا بنفذ الامر ده. وهي سلامة الذاكرة، انا مش موقوف عن العمل، مش نازل في جدول التشغيل، وما خاف يجعل اعظم. ده ولا لحظة كده بس، لحظة وحد مننا يعرف ينام على البتاع ده. بس بجد بجد حضرتك رائعة جدا جدا. ميرسي. لا وجميلة جمال ما حصلش بصراحة، يعني انت احلى بكتير من الصور اللي شفتها لك على النت. مش قوي يعني. لا ايه ده، بسم الله ما شاء الله، ده انا كنت فاكراكي اكبر من كده 10 سنين. بس احنا عاملين شوية حاجات يعني بسيطة كده، يعني هايفو، حقن بلازما، يعني حاجات كده. وبوتكس وفيلر، يعني شوية كده هموت والله واعملها. ده لازم عشان نظبط وشنا طبعا. امال ايه. بس بصراحة الدكتورة اللي عملتهم لك رائعة، ما يبانش خالص ان انت عاملة تجميل نهائي. لا ما انا اللي عامل لي دكتور من بيروت مش دكتورة. فعلا. اقول لك بصراحة، اتفضلي. الدكاترة الستات بتوع التجميل حقيقي مش شاطرين خالص، بيعملوا كوارث. لا انت مكسوفة تقولي ان هم بيعملوا كوارث في الطب كله، ده انا واحدة منهم كانت هتموتني في الولادة. هو الحقيقة يعني حكاية النساء والتوليد دي لا، الرجالة أفضل بكتير. مش كده والنبي؟ طبعا. والله انا بقول كده. هنروح نشوف الفاصل. ايه يا جماعه الفاصل اتاخر كده ليه؟ احنا خلصنا البيوتي سنتر كله. ايه اللي بيحصل ده؟ باشمهندس يا باشمهندس، ايه حضرتك نمت ها وما طلعتش فاصل والضفه اتفتحت على الهوا؟ الضيفه بتاعتنا. يا نهار اسود، يا نهار اسود. انت بتقولي ايه؟ يا نهار اسود. اهدي بس وانا اهدى ايه ونيلة ايه؟ انا عايزه افهم حاجه واحده بس، الحوار اللي كان بيني وبينك في الفاصل ده كان على الهوا؟ ده كلام عادي على فكره. عادي ازاي؟ بوتوكس وفيلر وستات الدكاتره ما بتفهمش، ده عادي؟ ايه المشكله؟ هي مشكله بس في الستات انت السبب على فكره، انت اللي فتحتي معايا الحوار ده ودبستيني. لا يا فندم، دي غلطه غير مقصوده. اعمل بيها ايه؟ انا هطلع اقول للناس مقصوده ومش مقصوده؟ ده بستأذن حضرتك نكمل الحلقه وبعد كده نشوف نكمل ايه؟ انت اتجننتي؟ حلقه ايه اللي هكملها؟ انا مش هقعد هنا ولا ثانيه واحده. وعلى فكره انتوا دمرتوا مستقبلي. يا فندم والله لا فضيحه ولا حاجه، ممكن بس حضرتك تسمعيني؟ مش هسمع ولا كلمه، وانا هتخذ جميع الاجراءات القانونيه ضد المحطه وهاخد حقي كويس قوي. بعد اذنك يا هاني لو سمحتي، والله هو قولا واحدا ده اللي حصل ده ليس ذنب الاخراج ولا ذنب الاذاعه، ده ذنبي انا. ايه ده؟ انت؟ ايوه ده باشمهندس عبد الله، مهندس الصوت المسؤول عن برنامج انت لسه هتشرحي لي؟ ده انا عارفاه كويس قوي. ايه ده؟ معقول؟ شفت محاسن الصدف، معرفه قديمه وحبايب ما شاء الله. حضرتك صحتك عامله ايه دلوقتي؟ وتقولي لي غلطه ومش مقصوده، دي مؤامره ومتدبره. لا يا هاني مفيش الكلام ده، والباش مهندس رسمها بمنتهى الخبث عشان يضيعني ويدمر مستقبلي. لا اله الا الله يا فندم، انا مش صغير عشان اقسم اعمل كده بالله والله. العظيم
لا هتربعها فوق دماغك. يا هاني اسمعي بس، لا اله الا الله، يا خلي عند حضرتك شويه حلم كده، مش معقوله وانت على طول كده طلقك حامي، ايه ده معقول؟ لا ليه كده؟ ليه كده يا صنباطي؟ ليه كده يا حبيبي؟ ما كنت شغال وزي الفل وبتقول ايه اللي حصل؟ يعني حد يشوف الجمال ده كله ويتهته كده؟ ابوس ايدك. ما عنديش والله اقوى من كده مشهد احطك قدامه علشان ينطقك. خليك حلو. بسم الله. استغفر الله العظيم. وبعدين انت حكايتك ايه اللي جرالك؟ يا سيدي انت مالك ومال مشاكلي؟ انا مشاكلي انا حر فيها. الله، انا اللي مسؤول عنك ولا انت اللي مسؤول عني؟ هتحول لشؤون قانونيه، هتحول لنيابه اداريه، لا مستعمل مالكش فيه. الله، انا مطلعك من المخبأ بتاعك علشان تسري عليا، علشان تلطف على قلبي، مش عشان تقعد تعيط جوه حضني. انت مالك انت يا سيدي؟ خلاص بقى، بس عشان خاطر اعتبره عشم. خليك لذيذ بقى. يلا 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 ارجوك. بص عيش معايا، الخضره، الميه، خليك انت بقى الوجه الحسن حبيب قلبي والله. يلا يلا بسم الله، ربنا يهديك. حبيبي اهو كده، هو ده. ايه ده؟ يا نهارك ازرق، مش تقول يا راجل ان احنا على المسرح بنصب؟ ده كلام. شكرا بجد، تسلم ايدك يا فنان. الله لا ده بس. ايه يا برنس اللي انت عامله ده؟ الله، يا مؤاخذه، ده يشتريك ويشتري 10 زيك و1000 كمان، ده باشمهندس قد الدنيا. يا عم بالراحه على الراجل، هو قصده خير يعني، وانت شايفني ملطع هنا يوجد باشمهندس؟ ما ينفعش يا استاذ عبد الله، الاحترامات والمقامات موجوده برضه، انا بلاش اسف تواضع والله بس. حبيبي كلك ذوق والواجب وصل والله. تصدق بالله لا اله الا الله. انا لسه موقوف عن العمل طازه. سبحان الله، ربنا كريم يا اخي، اهو بيقطع من حته ويوصل من حته ثانيه. مش مستاهله يا حبيبه بابا. بابا مش مستاهله. بيوفري طلب الرشوه بتاعتك دي لحاجه تانية اكون ما عرفتهاش. ويا رب يا رب يا حبيبتي تبطلي الخصله الواطيه دي قبل انا ما ابطل اتكلم معاكي خالص. اما انت يا سهونه انت. عشان خاطر يا عبد الله انت وعدتني. إيه ده؟ وبعدين مريم تسمع. في ايه بس؟ في ايه؟ انتوا خايفين من ايه يا جماعه؟ خايفين من مريم ولا خايفين مني؟ طب ما جاش في دماغنا نخاف من اللي اكبر من الكل؟ شطوره يا نوجه، عفريته يا بنت، لهيوبه على الانترنت، بتكت زرار واحده حليت المشكله، ودوست على سمعه البنت الغلبانه دي وقضيتي على مستقبلها تحت خدمتك. يا بابا مش انا لوحدي والله اللي شيرت البوست، في ناس كتير عملوا كده. بتتكلمي بجد؟ طب والله انت حاجه لطيفه قوي نعرف، بس مين اللي بدأ؟ مين اللي زرع المصيبه؟ انت يا حبيبتي، انت أس الفساد فيها، انت اللي كتبتي
وطبعا كل واحد بيخش بيضيف بقى من عنده شويه كذب على افتراء على خوض في اعراض البنات. مش كده؟ مش كده؟ يا بابا انا عملت كده عشان خاطر عشان خاطر تطلعي اختك من محضر الضرب وتطلعيها بطله قدام الناس. طيب ما جاش في دماغك يا حبيبتي ان الناس بتشاور على اللي بيقع مش على اللي صالب طوله؟ انت بتعيطي؟ طب كويس ان عندك شويه ضمير برضه، بس يا خوف يا نوجه، يا خوف يا حبيبتي لا تسحي الدموع دي بعد كده على نفسك تمن الغلطه اللي عملتيها في البنت الغلبانه دي. اتفضلي يا حبيبتي. بسم الله توكلنا على الله. انا خايفه قوي يا عم. يا بنت جمدي قلبك شويه. امال انا مش فاهم ازاي تبقي صاحبه فوزي 3 سنين وما تعديتيش منها. وحضرتك لو تعرف مصطفى كويس كنت عذرتني. وبصراحه انا كنت ايه؟ لا قولي مفيش وقت. كنت متعشمه ان حضرتك تسيبني هنا وتروح له لوحدك. يا سلام، ايه الندالة دي؟ يعني تسيبيني انا اخد الطريحه لوحدي؟ ما اقصدش يا عم، اقسم بالله. ما ينفعش، ما ينفعش يا مريم صدقيني. ما ينفعش تبقي هربانه من بيت اهلك علشان جابولك عريس. كده هتاكدي الكلام القذر اللي ممكن يتقال عنك. ما ينفعش. وجه يا مريم، وجه. حط صباعك في عين الغوله وما يهمكيش من الدوشه اللي هتعملها والصريخ والجعجع. الكلاب يا حبيبتي بتجري من اللي بيجري منها، بس اللي بيقف قصادها بتيجي تتمسح في رجلها. تعرف يا عمو، انا لو كان ليا اب زيك كنت اكيد. وانا ناقص لك فيها القرطه اللي في بس ما انت هتعيط ولا ايه؟ بلاش عبط. لا اتمسكي كده وخليكي جامده. انت زي ما انت يا عبيطه، خليكي جامده. مش فاهم ازاي ده حصل، بس غصب عني. قله النوم غلبتني، طفت عينيا ووقعتني في النوم. هو اصلا من اول اليوم وانا بطاريه مخي فاضيه تمام، وانذارات بقى واجراس. يا باشمهندس البطاريه فاضيه، يا باشمهندس ومش البطاريه فاضيه، البطاريه فاضيه. وانت طبعا معكش شاحن. يا حبيبتي انا كنت مستعد اكمل والله وادوس على نفسي بالشرطتين اللي فاضلين، لولاش بقى منه لله. الباشمهندس عاكف، بس يا عاكف سحب الكهرباء، شفط الاكسجين، سابني على الجلط خالص. مين الباشمهندس عاكف ده؟ انت مش عاكف؟ عاكف بابتسامته الظريفه. عاكف ده الفضائي اللي بعتته اداره زحل عشان يمسك الاداره عندنا في الحقيقه، وهو جاي عشان يطور الاداره، وانا اول ما فتح كنت انا اللي في وش التطوير بقى، فطقشنا في بعض. طالما وصفت الباشمهندس عاكف في الوصف ده يبقى انت ما حبيتوش، انا فاهماك. ما حبيتوش ايه يا حبيبتي؟ انا بحب الناس كلها وانت عارفه. هو يعني كنت مستعد حتى يبقى حب من طرف واحد، المشكله ان هو اللي ما حبنيش. نعم، وانت مين ما يحبكش؟ ده انت ما فيش مخلوق في الدنيا ما يحبكش. يا حبيبي انت يا مسهوك كده على طول، والله انا عامل انا مش خايف الا منك. مش خايف. كلمتها ولا لسه؟ كلمت مين؟ هو في غيرها؟ شادية مراسلة اللي انت رفضتها امبارح. لا انت كده بتهزر. كلمتها ولا لسه يا عادل؟ يا حبيبي تليفونها مقفول من ساعة الحادثة. أكيد هي لسه في المستشفى. أنا بنفسي كلمت مدير المستشفى وقال إنها خرجت النهارده الصبح. حاضر يا مازن. هكلمها بنفسي وهشغلها في أحسن مكان عندي في القناة، بس انجز بقى مفيش وقت. معايا يا عادل. يعني إيه معاك؟ يعني البنت دي تشتغل معايا في فريق الآداب بتاعي، لأنها مش هلاقي أشطر منها في الوسط الصحفي كله. أشطر إيه؟ هو أنت لحقت تشوف منها حاجة؟ شفت اللي حضرتك اتعميت عنه وما رضيتش تشوفه، من أول اللفتة الصغيرة اللي عملتها مع حازم شفيق رئيس المباحث. لفتة إيه يا مازن؟ دي البت أصلا اللقاء كله متصور من أول ما ثبتته قدام الاسم، بس الكاميرا مان بقى اللي فرجك ما فرجكش غير على اللقطة واختها في ايديها الكلبشات، وده أكبر دليل إن في حد عندك بينافسن عليها وعايز يفورها من القناة كلها. يا لهوي يا بابا، يعني كل الخناقه اللي حصلت دي عشان انت بتشتغل وما بتقعدش؟ والله اكتشفت ان دي تهمه كبيره قوي.
المهم ان انا في الاخر قلت له طيب خلاص انا مش عايز اشتغل، بعد اذن سيادتك سيبني اروح انام. طب امال ايه اللي خلاك تروح تعمل البرنامج المهبب ده؟ قضى ربنا بقى. رئيس الاذاعه كلم المهندس عاكف وقالوا خلي المهندس عبد الله يروح على استوديو 13. يا دي ام الرقم 13 اللي مش عايز يسيبنا في حالنا ده. بس يا ناس بقى ما تضايقنيش يا حبيبتي. الله يعني ايه الهيافه اللي العالم كله مصر ان هو يضطهد رقم انا بحبه وبتفائل بيه. شفتي يا غبيه مش قلت لك؟ استني انت بس. طبعا يا بابا لما انت رحت الاستوديو شفت الست اللي اسمها اشجان دي هناك. لا يا حبيبتي مش شرط ان انا اشوف الضيوف لانه بيبقوا قاعدين بظهرهم عاده وببقى انا شايف بس المذيع والمذيعه فبس. ايه قصدك من السؤال؟ تقصدي ايه؟ بابا فيتو تقصد لحظه واحده بس، تقصدي ايه وايه الاشارات دي؟ تقصد يا بابا يعني ان حضرتك قصدت تعمل المقلب ده في الست مش غصب عنك؟ قصدت اقصد يعني يا بابا كنت كنت متضايق منها شويه ايوه متضايق منها، هو مفضحها. يا بابا ما انت خرجت من الاسم مخنوق منها على الاخر وحكيت لنا عن العنطزه وقله الذوق اللي هي كانت بتتكلم بيها. ايوه ده معناه ان انا افضحها بالطريقه دي، معناه ان انا اخون شغلي، اخون مهنتي، اخون ضميري وافضح الست كده في الهوا. ما هي بصراحه يعني تستاهل الفضيحه، كدابه وبتنصب على الناس بحقوق المراه والكلام الهبل ده وهي اصلا ملهاش. لا 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 يا فايز، لا يا حبيبتي، مش انت اللي تحكمي يا ماما على الناس بالشكل ده ابدا، لا. ومش ابوك اللي يخون مهنته ويخون ضميره ويطلع يفضح للست يفضحها كده في الدنيا كلها. طب اهدى بس، هقول لك على حاجه، دي بنت غبيه، انت تاخد يعني على كلامها. لا اخد اخد يا حبيبتي. لما بنتي بتقول الكلمتين دول وش ده رايها فيا ان انا رخيص للدرجه دي، خلاص يبقى الست اشجان رستم ايه اللي يمنعها بقى انها تاخد الكلمتين دول تحطهم في شكوى وتضمها للمحضر؟ ايه اللي يمنعها؟ ايه ده هي عملت فيك شكوى بتقول ان انت عملت ده متعمد يعني؟ معذوره يا ستي معذوره. امبارح كسرين دراع ابنها والنهارده ناشرين غسيلها على الشارع كله. ده ما ايه عذر بنتي بقى؟ ايه يعني انا عملت ايه في 21 سنه بربي فيك علشان تشوفيني في الاخر رخيص كده؟ عشان تشوفيني تعبان بيلدغ في الضلمه؟ بس ايه الكلام اللي انت بتقوله كبير قوي ده؟ هو انت ناقص يا حبيبي؟ هو انت ناقص؟ ما هو انا فعلا ما كنتش ناقص والله يا ايناس، انا ما كنتش ناقص من اول اليوم وانا بحاول ان انا هاجج وهربان من البيت مش قادر ابص في عينيكم. اقول لكم ايه؟ كنت بحاول ان انا اخد بنتي اشغلها في الاذاعه فطلعت منها موقوف. لا والنبي يا بابا ما تقولش كده عشان خاطري، وانا ولا عايزه اذاعه ولا عايزه تلفزيون ولا عايزه اي حاجه في الدنيا، ويولع الشغل اللي يخليك قلبك كسر كده وتبقى عامل في نفسك كده، والله ما عايزه حاجه. طمني عليها يا حبيبتي، طمني عليها، انا قلبي ما بيتكسرش الا لا قدر الله حصلت خساره في واحده منهم. ما تيجي تستهانم بعد كده. خلاص يا بابا بقى، خلاص والله مش هنطقها تاني ابدا. سامح بقى والنبي المره دي معلش. ما تسامحهاش يا بابا، البت دي ما تحبكش وعلى طول بتنرفزك. يا بنت انا بس اللي بحبك. يا بنت اعملي حاجه حلوه في حياتك مره. يا ماما ما هي قالت كلمه حلوه اهو، دي اول حاجه تضحكوا النهارده. اضحك كده يا عبدو، مفيش احلى من ضحكتك والله. وده مين ده كمان اللي بيخبط في الوقت ده؟ يا ستر استر يا رب. لا ان شاء الله خير. ده تلاقيه الشيخ زكريا جاي يطمن على شوشو، اهو ده بقى اللي هيقلبها قاعده مسخره. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.